اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص على الابواب. ينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. طبعا ورمضان او السحور عامه ما بيحلاش غير بطبق الفول. والنهارده بقى هنعمل طبق فول كده من الاخر، حاجه كده كهرمان وزي الزبده. واقول لكم كده على كام تركايه كده هيطلع معاكم تحفه. شايفين شكله ازاي؟ ما شاء الله زي العسل. هنعمل كمان يا بنات الفول النهارده من غير ما نضيف عليه ولا نشا ولا دقيق ولا الوان. طبعا احنا عارفين فول المطاعم بيضيفوا له نشا وبيضيفوا له دقيق وبيضيفوا له الوان. احنا النهارده هنعمله بقى من غير اي حاجه خالص، وهيطلع معاكي كهرمان. قبل ما نبدا الفيديو ونشوف طريقه الفول ايه هي، لو بتشوفوني اول مره انا ام رودي، دي قناتي ام رودي في المطبخ. يشرفني طبعا اشتراككم في القناه وفعلوا زر التنبيهات على الكل عشان يوصلكم كل شعار انا بنزله على القناه. نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، وندخل على الفيديو بقى ونشوف طريقه الفول القمر ده ازاي. يلا بينا. اول حاجه كده يا بنات كميه الفول على حسب ما انت عايزه. طبعا انا جبت الفول غسلته مره واثنين وثلاثه، وبعد ما غسلته هنقعه، بس مش هنقعه في ميه بارده، نقعته بقى في ميه سخنه جدا، يعني ميه بتغلي لمده ساعتين. في الساعتين دول انا غيرت الميه 4 مرات، يعني كل نص ساعه لازم تغيري الميه، برضو ميه سخنه. تمام. لازم الخليات لازم تتنقع. بعد كده يا بنات غسلته مرة تانية، وهبتدي بقى ايه اضيف عليه الاضافات اللي احنا هنضيفها. طبعا يا بنات الفول لما اضاف عليه مية بتغلي الحجم بتاعه اتغير، طبعا الحجم بتاعه كبر شوية. تمام. هبتدي بقى اضيف عليه 3 معالق كبار من العدس غسلاه كويس ومصفياه كويس من المية. كمان عندي معلقتين كبار من الفول المدشوش. الفول المدشوش انا غسلته وصفيته كويس ونقعته برضو في مية سخنة لمدة نص ساعة. نزلت بقى بالفول ومش هضيف اي حاجه هنا خالص تاني. هبتدي بقى اقلب الفول مع العدس مع الفول المدشوش. وهنا الفول المدشوش هو اللي بيديني القوام التقيل للفول. يعني انا مش محتاجه احط دقيق ولا محتاجه احط نشا، لاني انا مش عايزه اربط الفول. النشا ده ماده ربط، فانا مش عايزه طبعا الفول بتاعي يبقى زي المهلبيه. الفول المدشوش او معلقتين الفول المدشوش اللي احنا ضفناهم هتدي الفول القوام المظبوط. النشا هيخلي الفول تقيل جدا. يعني لاحظي كده الفول اول ما يبرد لو انت حاطه له معلقه نشا، النشا طبعا ماده ربط، وكل ما الحاجه بتبرد مع النشا كل ما القوام بيتقل، هيبقى كده الفول زي المهلبيه. فبلاش بقى دقيق ونشا للفول خالص. تمام. هبتدي بقى اجيب الفواله وابتدي احط الفول. في ناس طبعا ما عندهاش الفواله دي فبتسوي الفول في الحله. تمام. هبتدي بقى اجيب ليمونه هحطها زي ما هي كده، بس هقسمها من النص كده ومش هعصرها. تمام. وعندي بقى معلقه صغيره من الكركم. الكركم هنا بيديني لون تحفه للفول. هبتدي بقى هنا اضيف ميه، بس اهم حاجه الميه تكون بتغلي، يعني ميه من الكاتل كده، ميه سخنه جدا. بلاش نضيف للفول ميه بارده. الميه البارده هتخلي الفول يسود وهتخلي الفول يقشر. تمام. هبتدي بقى اضيف الميه لحد ما اغطي كميه الفول كلها. خلاص كده يا بنات ضفت الميه للفول، وده لونه، شايفين لون الميه ازاي؟ معلقه الكركم طبعا الصغيره اللي احنا حاطينها. بعد كده يا بنات هرفع الفول على النار الاول على نار عاليه لحد ما الفول يغلي. هغطيه طبعا. اول ما يغلي هبتدي بقى اهدي النار خالص لشمعة، ولو عندك شياطة تقدري ترفعي الفول عليها. تمام. بعد كده يا بنات هبتدي ان انا كل ساعة ونص كده تقريبا اجي ابص عليه بصة كده، لو احتاج مية اضيف له مية، بس اهم حاجة هنضيف مية بتغلي، يعني بلاش نضيف مية باردة. تمام. هنا الفول غلى، هبتدي بقى اغطيه وهدي النار خالص. وبعد كده يا بنات كل ساعة ساعة ونص كده ابتديت بقى اكشف عليه كده واشوفه لو محتاج مية اضيف لحد ما الفول يستوي. هنا بقى يا بنات الفول استوى كهرمان. شايفين شكله ازاي؟ ما شاء الله تحفة. ولا ضفنا نشا ولا ضفنا دقيق وزي العسل. شايفين يا بنات؟ ما شاء الله زي الزبدة. شايفين كهرمان؟ ما شاء الله. يعني انا اعرف في ناس طبعا بتضيف بيكنج باودر او بيكنج صودا عشان تسرع التسويه. مش محتاجين اي حاجه خالص. النهارده عملنا الفول زي العسل باقل امكانيات في البيت، يعني ولا ضفنا اي حاجه، كل حاجه موجوده في البيت، ولا اضطرينا نضيف نشا ولا دقيق ولا اي حاجه. وما شاء الله طلع معانا زي الكهرمان وزي الزبده. شايفين شكله ازاي؟ ما شاء الله. هنا بنات كده الفول كان برد، وهبتدي بقى ايه احط في الاكياس عشان احطه في الفريزر. قبل ما احطه في الفريزر لازم الفول يبرد، يعني ما احطش الفول هو وسخن. وابتديت بقى احطه في الاكياس على حسب الكميه اللي انا عايزاها او على حسب افراد الاسره عندي. يعني ايه، احط كبشتين احط 3 على حسب ما انت عايزه. طبعا يا بنات الفول في البيت احسن 100 مره من ان انت تشتريه من بره، لان انت من بره مش عارفه بيضيفوا عليه ايه، بيضيفوا عليه اضافات احنا مش عارفينها ايه هي.
تمام. وبيضيفوا عليه الوان، وفي ناس بيقولوا ان هو بيضيفوا عليه حاجات كده عشان يستوي بسرعه، احنا مش عارفين ايه بيضيفوا عليه. فاحنا خلينا بقى كده في الحاجه المضمونه نعمله في البيت. شوفي شكله ازاي ما شاء الله، تحفه يفتح النفس. احنا عارفين بقى السحور كل سنه وانتم طيبين ما بيحلاش غير بطبق الفول. يا سلام بقى لو كان طبق الفول كده شكله يفتح النفس. شايفين شكله ازاي ما شاء الله، زي العسل مستوي واتهرس معايا بكل سهوله، والقشره دايبه ما شاء الله زي العسل. كل سنة بقى وانتم طيبين، وينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. وبتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم وطريقة الفول تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.